من أكثر المفاهيم الخاطئة اللي موجودة لدى شبابنا وغرقت شبابنا في وحل المخدرات بعض خلينا نحكي المعلومات اللي مصادرها مشبوهة من مواقع عالمية مشبوهة بتروج للمخدرات. مثلا بيحكوا للشباب الحشيش ما بيسبب إدمان، هذا الحشيش عادي زي الدخان العادي بإمكانك تأخذه. بروح الشاب بتعاطى حشيش شوي بدمن على الحشيش، لأنه مادة التي اتش سي اللي بالحشيش علميا مادة تسبب الإدمان. بدمن بعد فترة بنتقل للكريستال بسبب هذا المفهوم الخاطئ. بتذكر في عملي السابق حضروا اثنين يتعالجوا من مادة الحشيش المخدر، شباب، فحكيت معهم بطريقة ودية بقول لهم شباب الحشيش بسبب إدمان؟ الأول حكى لا. قلت له يا ابني الله يرضى عليك، طيب أنت جاي على مركز معالجة الإدمان، لا تخلي سرير لغيرك، ليش جاي تتعالج؟ ليش ما تركته لحالك؟ الثاني بدي يخلصه لصاحبه، شو بقول؟ بقول والله عطل حياتنا. قلت له عيدها. قال لي ايش هي؟ قلت له كلمتك. قال لي عطل حياتنا. قلت له هذا هو الادمان يا ابني. قال لي يعني اذا تعطلت حياتنا ادمان؟ طبعا اذا بتبحث عن الماده ليل نهار. لعاد شو هو الادمان؟ الادمان نمط سلوكي مزمن متكرر متعدد الانتكاسات. معظم اللي تعاطوا مواد اخرى بداوا بالحشيش بسبب، خلينا نحكيها بصراحه يعني، انه بيضحكوا على بعض الشباب وبيستدرجوهم في بعض المعلومات وبيستخفوا في بعض المواد المخدره. فلذلك يا شباب لا تضع رجلك في هذا الموضوع، لانه والله خط العوده بصير صعب. دائما بنحكي ربنا يحمي الجميع. وشكرا.